جزء احنا بنتكلم قبل الفاصل عن المقطع اللي طلع للكابتن ماجد عبد الله. نعم. ويتحدث عن او رغبته في جلسه نعم في رحيل الامير فيصل بن تركي. انا وجهة نظري في هذا الموضوع، ماجد عبد الله لم يصرح تصريح رسمي يا صالح على اساس اقدر اقول والله هذا الرجل تحدث بشأن نصراوي بشكل عام. ما تحدث الكابتن ماجد عبد الله عن هذا الأمر بتصريح رسمي، إنما كانت يعني في مقطع. حتى هذا المقطع ما تقدر تأخذه يعني إلا لما تجي يعني تأخذه بشكل كامل، هل هو مجتزأ فيها الكلمة هذه أو غيره. فبالتالي يعني أنا أتحدث هنا عن مسؤولية الكابتن ماجد عبد الله. بالتأكيد احنا في مجالسنا الخاصة في قعداتنا الخاصة ممكن نقول اللي احنا نبغى نقوله او نحكي. لذلك انا يعني ارجع واقول مثل هالمقاطع المسربة وفي هالجلسات هذه لا يمكن اني انا اخذها على الكابتن ماجد او غيره اذا ما كان فيه تصريح رسمي واضح يعطي موقف الكابتن ماجد عبد الله من رئاسة النادي أو وضعه من النصر في المرحلة الحالية. لذلك أنا الناس اللي كانت تتحدث عن ماجد عبد الله بطريقة أنه غير جيدة، أنا هنا هذا ردي عليهم، أنه الكابتن ماجد عبد الله لم يتحدث بشكل رسمي لأي وسيلة إعلامية أو صرح تصريح رسمي ضد الأمير فيصل بن تركي، إنما هذا الحديث في مجلس خاص. هذا رأي ماجد انه الامير فيصل يمشي اهلا وسهلا خير يطير، وش المشكله انه يعني يكون هذا رأي ماجد. وماجد طبعا تتكلم على شخص ما هو عادي. نعم. في تاريخ النصر وتاريخ الكرة السعودية، فبالتالي يجب احترام اولا هذه القيمة، تكلم قيمة ماجد عبد الله وتاريخه ومدى تأثيره في نادي النصر، وعدم الخوض في امور لا تليق بالكابتن ماجد عبد الله. ماجد عبد الله يستحق من النصراويين اكثر واكثر من اللي الان قاعد نشوفه من خلال التعاطي. انا اتفق معك ابن نواف، خصوصا وانك انت اذا بتدافع عن فرض رئيس النادي لابد يكون انت تدافع عن سواء عن الايجابيات اللي قدمها وتنتقده في سلبياته. هذا إذا كنت أنت تقول أنا ناقد وأنا أحب الفريق وأحب أن يكون دائما يعني أطرح رأيي بكل حيادية من هالكلام هذا، لكن للأسف اللي أشوف أنا كلها فقط لمصالح خاصة بصراحة بغض النظر عن مبدأ معين. شوف طبعا تسريب المقاطع بنواف مو بأول مرة يصير. أنا شفته في أعتقد لقاء الأمير فيصل مع إعلاميين نصراويين، وشفته في برضه في مناسبة يعني كان ظهر الأستاذ محمد قدادي هو اللي من أقامها وكان فيها الأمير فيصل وتسربت المقاطع. ما أدري يعني واحد قاعد يتناقش معاك ويسولف معاك تصوره وتنشر المقطع، يعني بعد أنت مع احترامي صحيح يعني ما أنت أول شيء جالس في مجلس قدرك هذا الشخص وجاء وجلس معاك وتناول معك وجبة العشاء ولا غداء وتقهوى معك ويسولف معك، تقدر تصوره تقدر تنشر مقطع. ايش الحين هو الحين في احد يتناول شيء مع احد؟ الحين كل واحد ماسك ذا الشاشه طال عمرك يعني صراحه جدا. انا قاهرني هذا اللي يصور هذاك انت فرحان انت بعد الحين بسنابك انت انا لا السناب لان الجمهور يقول ابغى اشوف محمد خميس، ابغى نتابع كلام محمد خميس اللي قاعد كل يوم عاصر قاعد. اللي بيتابعنا طال عمرك يتابعنا الان لا يبغون يشوفونك صوت وصوره. ابي يا طويل العمر والسلامه انت الحين ولا جيت مطار لقيت العالم كل واحد راس زندل شو اسمه مستمتعون يا اخي تو ماتش اخوي. لا اتكلم عشنا في عالم افتراضي الحين، ما عاد احد يحكي احد ولا يكلم احد، كله واحد دعوه هذا انا وانا رحت هنا ولا جيت حتى في بيتك ما تقدر تسولف مع عيالك والله العظيم مشكله. شوف لا ابو نواف بس انا والله جد اللي صور انا اوجه له الان الكلام اللي صور هذا وش الان ايش استفدت من هالموقف هذا؟ انت معروف قدامهم، معروف انك انت اللي قدام ماجد على طول مواجه الكابتن ماجد، معروفين الاشخاص اللي في ذاك اليوم. ايش استفدت يا اخي؟ وبعدين الكابتن ماجد عبد الله يوم يتكلم او يقول رايه، يعني اتمنى من البعض اللي ينتقدوا ماجد اقول لهم معليش هدي نفسك شويه يا ابو الشباب، ترى هذا ماجد عبد الله صحيح. معليش اقرا تاريخ ماجد عبد الله ثم تعال تكلم.